يبقى اول حاجه لازم نتفق عليها، امسك عليك لسانك. دي نقطه مهمه جدا. طيب ناخد اتصال. معانا مين؟ ياسر. ياسر من الغردقه يا فندم. اتفضل يا ياسر. ازيك يا حضرتك الشيخ؟ اتفضل. الحمد لله. الله، انا على فكره مسيحي، اسمع قناه الناس، بتابعك يعني. اشكرك يا ياسر جدا. اهلا وسهلا حضرتك، يعني يا ريت كل الناس زي حضرتك كده، والله يبارك لك في اللي انت بتقوله بجد بامانه يعني. والله ازاي دي امانه يا ياسر، يعني لا احنا نتفق على ان الامانه للكل، دي امانه. ده تمام، ومصر دي كلنا بتاعتنا كلنا واحنا بالزبط. بنحبها يعني، فمش ممكن ان احنا نرضى بالاحداث اللي حصلت ديت. ويا ريت ان انت بس، يا ريت كل الناس يفهموا ان هو لو اخوه اللي اتقتل دوت ولا اخته اللي ماتت والمدرعه قتلتها دي، وما ياخدوش بقى ان الاباطه راحوا قتلوا الجيش والكلام ده كله يعني. لا ما ينفعش نعمم يعني. حتى كلمه مصر يا ياسر، يعني انا طبعا سعيد ان انت مسيحي وبتكلمني واحنا اصحاب وانا ليا اصحاب مسيحيين. عايز اقول يعني اغلب كلمه المسلمين احنا والله ما في اي فرق اصلا يعني طبعا. يعني كلمه مصر يا ياسر، كلمه مصر اولها ميم، فانا مسمي الحلقه مصر، مسلم ومسيحي. الميم بتاع أكيد. مصر فيها مسلم، الميم بتاع المسلم اللي في الاول، وفيها مسيحي، فيها برضو نفس الميم اللي في الاول. فنتجمع على الوطن، نتجمع على البلد، نتجمع على احنا كلنا يعني لو دخل عدو مش هيجي واحد المسلم هيستخبى والمسيحي هيتقتل، او العكس، او المسلم هيتقتل. لا، احنا كيان واحد، يعني احنا في الاخر كيان واحد. ده صحيح. بص يا ياسر، احنا بنتفق دلوقتي ان احنا كل واحد يمسك لسانه وما يقولش غير الحاجه الصح. بس يعني الحاجه اللي تجمع، يقولوا الصح يعني. الحاجه اللي تجمع. التلفزيون المصري ما كانش بيقول صح خالص امبارح. يعني حضرتك انت لو تابعت القناه الاولى اصلا ما كانتش بتقول صح خالص. يعني كانت مغطيه الحقيقه خالص، بتقول ان الجنود استشهدوا وما فيش اي سيره خالص للاباط اللي استشهدوا وماتوا دول خالص نهائي يعني. طيب بص يا ياسر، احنا متفقين من دلوقتي، انت هتتفق معانا ان احنا كل واحد. انا بشكرك يا ياسر جدا على مداخلتك معانا، وده يعني صديق مسيحي دخل معانا على التليفون. انا ما اعرفش ياسر شكلا، واول مره يكلمني في حياته، وانا اول مره اكلمه في حياتي، ولكن عايز اقول هو المعنى ده: نمسك لساننا، نقول